السلام عليكم. كي دايرين اخوتي؟ بخير، نتمنى تكونوا كاملين في احسن الاحوال ان شاء الله. رجعنا لكم بقصه جديده وقضيه جديده. قضيه اليوم غدينا مباشره لمدينه ايش ملول، اللي غتوقع فيها واحد الفاجعه وواحد الجريمه اللي غتهز ساكنه ايش ملول وكل شيء غيبقى مصدوم. واحد البنت اللي كتكون في واحد القريه صغيره ودارهم ما فحالهمش، جمعات حويجاتها وانتقلت لمدينة عيش ملول باش تقلب على شي خديمة اللي تقدر تعاون بها والديها. وفعلا غتجي وغتكري واحد البيت في ديك المدينة، ولكن دارت ثقة وغتخلصها غالية. السيدة غيلقاوها مقتولة في داك البيت، وشكون هو اللي صفاها ليها؟ يا الله معنا نهاية القصة باش توضح لكم الصورة أكثر. ضحية قضية اليوم، الاسم ديالها اللي غنسميوه في هاد القصة هو خديجة. هاد البنت هادي كانت كتسكن في واحد القرية صغيرة، دارهم ما فحالهمش، وعندها خوتها صغار منا وكيعانيو من الفقر. قررت انها تجمع حويجاتها وتنتقل لشي مدينة اللي غتقلب فيها على الخدمة وتخدم وتعاون والديها وخوتها. وفعلا غتلقى واحد الخديمة في مدينة عيش ملول، وهذا الشيء اللي غادي يخليها يجمع حويجاتها وتنتقل لديك المدينة. خديجة في العمر ديالها 25 سنة، بنت الله يعمرها دار خلوقة وما كتهش الراس، وكل شيء كيذكرها غير بالخير، كدير الزيف الدريه كتصلي الله يعمرها سلعة. ورا ما غتوصل عيش ملول غتمشي باش تشوف الخدمة اللي غتبدا فيها. غتخدم نادلة في واحد القهوة، وغتعرف على واحد البنت اللي خدامة معاها وغادي تكري معاها في نفس الدار. غديها وغتوريها فين كارية. هاد البنت هادي كانت كارية واحد البيت وغتعرض على خديجة تسكن معاها. وفعلا غتسكن مع خديجة في هاد البيت. كانوا كيسكنوا كاريم في السفلي، وفوق منهم كتكون واحد المرأة مزوجة وعايشة تماك. خديجة غير الخدمة الدار الخدمة، عمر شي حاجة ديال العيب ما شافوها عليها. السيدة كدوز حاضرة راسها وراجعة حاضرة راسها، وحتى بنادم ما غاديش يقدر يزعم عليها ولا غيشوف فيها شي نظرة اللي خايبة. يعني كما كتعرفوا البنت اللي كتكون جامعة راسها وكتلبس واحد اللبس اللي مسور ونقي وكدير الزيف، يعني كتبقى واحد النسبة قليلة ديال فين شي واحد غادي يبغي يتحرش بها ولا غادي يبغي له على الهضرة إلى آخره. كيقولوا خدامين بانهم خدامين هما جوجات، وحده مجوجه وحده سيليباتير، وكتقول باقا دريه عزبه ماشي زعما خارجه الطريق ولا شي حاجه. واحد النهار البنت اللي مسكنة مع خديجة جاية عادي كباقي الأيام، غتحل الباب ديال البيت وغادي تدخل. منين كتدخل كتفاجأ بواحد المشهد وواحد المنظر اللي مرعب، والبنت غادي تصدم وبدات كتغوت وغيتجمعوا الجيران كاملين والناس ديال المنطقة كاملين، وداك الدرب غادي يتقفل. شنو هو غادي تشوف؟ كتلقى خديجة معلقة بواحد الحبل ومقتولة، وعلى الجسم ديالها كاملة أعراض ديال الضرب وقماشي والزروقية في الحمار. سيدة تعرضات للاعتداء والضرب. اول ما الناس ديال المنطقه غادي يشوفوا ديك الكارثه اللي واقعه غادي يتصلوا برجال الشرطه. مع غادي يجيو اول حاجه غيديروا معاينه لمسرح الجريمه، وغادي ياخذوا اي حاجه غادي تنفعهم من تم. من بعد غادي ينقلوا الجثه لمستودع الاموات، ومنها باش يفحصها الطبيب الشرعي، واي حاجه غادي تقدر تفيد رجال الشرطه في هذه القضيه وفي هذه الجريمه. وغيبداو التحقيقات مع الناس اللي قراب ليها، وغيبداو من اول وحدين الناس اللي ساكنين فوق منها. مع غيبداو معاهم تصريحات. اول حاجه غيقولوا لهم حنا راه ما كناش، يلاه جينا ولقينا الناس مجموعين بحالنا بحال باقي الناس غادي نتصدموا وما كان في خبرنا والو. وفعلا عندهم دليل باللي في ديك الليله راه ما كانوش بايتين في ديك الدار. وهنا بقى ليهم حاجه وحده، هي غادي يبداو يبحثوا مع اي مجرم ولا اي شخص مشبوه به في ديك المنطقه ولا عنده سوابق ولا شي واحد اللي كيتعدى على البنات. منين غادي يبداو يقلبوا غادي يجمعوا 12 شخص اللي غادي يشكوا فيهم. هادو هما الاولاد اللي معروفين تمايا كيديروا المشاكل وكيجبدوا الصداع وعندهم سوابق. وفي الوقيته اللي غيجمعوا هاد الاشخاص هادو غادي يتصل بهم الطبيب الشرعي وغادي يقول لهم باللي لقى واحد سائل منوي على الضحيه، يعني خديجه اللي تعرضات للاعتداء والاغتصاب قبل ما توفى. منين غادي يقلبوا الاشخاص اللي شادين واش داك السائل منطابق معاهم، وفعلا غادي نلقاو داك الحمض النووي متشابه مع واحد من دوك الاشخاص اللي غادي يشكوا فيهم. هاد الولد هذا كان كيسكن في الرباط وعنده سوابق بزاف، ديما داخل خارج للحبس.
طلعت لي الرباط في راسو وقال نبدل العتبة بمدينة أخرى ونبدا حياتي من جديد. وغادي يجي الأيت من اللول، وكان خدام ميكانيك تما لواحد المدة ديال 7 سنين وهو خدام تما. هنا غادي يتعرف على واحد البنت اللي هي البنت هذيك الجارة ديال الضحية خديجة اللي ساكنين فوق منهم. غادي يوعدها بالزواج، وفعلا غادي يجي عندها لدارهم وغادي يدوي معاهم وغادي يعطيوه البنت. غادي يديها غيكري ليها في واحد البلاصة اللي قريبة لديك المنطقة، وكانوا ديما مخاصمين وديما في صداع وديما كيضربها وكترجع لدارهم، وكيجي كيحذرها تاني وكيعاود يرجع لعندو واحد المدة طويلة وهما غير في المشاكل. ومع ذلك هي صابرة معاه ودارت معاه 3 ديال الوليدات. بصراحة ما عرفتش انا هاد الناس فاش كيفكروا اللي كيشوفوا واحد الشخص كيلقى منه غير المشاكل وما صالحش للعشرة ولا الزواج نهائيا، وعارف اخرتها غادي تكون كارثية، وكيبقى معاه وصابر معاه وكيبقاو غير يبرزو في الولاد وكيخليو دوك الوليدات حتى هما ضحايا ديال هاد المشاكل ديالهم. واخرتها هاد الولاد ما كيكملوش قرايتهم ولا كيخرجوا مجرمين ولا كيمرضوا نفسيا. يعني الولاد ملي كيكبروا في واحد البيئة اللي خايبة وكيشوفوا والديهم غير مضاربين وغير المشاكل، فراه هاد الولاد هادو كيأثر عليهم هادشي وبواحد الدرجة اللي كبيرة. واغلبية ديال المجرمين كتلقى البيئة اللي كبروا فيها ماشي هي هذيك كباقي الاطفال. المهم، هاد السيد هذا من ورا ما غاديين يعرفوا باللي ديك الحمض النووي منطابق مع داك الشي ديالو. غاديين يجيبوه وغاديين يبداو مع التحقيقات. في الاول غادي ينكر كل شيء، كيقول لهم انا ما درت لها والو وانا ما عنديش علاقه بها، ولكن كيقولوا لي راه انت اقرب واحد لهاد السيده هادي، وكتسكن يعني مراتك كتسكن فوق منهم، وانت كتجي بزاف هنا، وداك السائل المنوي اللي لقينا فراه ديالك. يعني بلا ما تنكر غير سهل علينا القضيه وسهل على راسك حتى نتايا بلا ما نبقاو نجرجرو فيك، وغادي تزيد على راسك غير الحبس. السيد مني شاف نهاية الطريق وصافي حصل وقع اللي وقع، فراه غادي يعترف ليهم بكل شيء. قال لهم باللي انا مخاصم مع الزوجه ديالي، وداك النهار جيت عندها باش نطلب منها السماحه ونرجعها للدار، وبالصدفه غادي نتلاقى مع خديجه واقفه على الباب ديال الدار كتحل فيه وباغا تدخل. بقيت غير كنشوف فيها من بعيد، واحد الوقيته غتبان لي بحال واقعه فشي مشكل. مني غادي يمشي وغادي يقرب لعندها كيبان ليه بلي الساروت مهرس ليها في الباب ومضاربه معاه باش تحل داك الباب. هنا غادي يجي وغيقول لها بلاتي نعاونك، وغيبقى مضارب حتى غادي يحيد داك الساروت وغيعاونها باش تحل الباب. هنا غادي تشكرو خديجه وغادا تدخل، ولكن السيد غادي يمشي وبقى كيفكر فيها بزاف، مبغاش تحيد ليه من باله. ودازت الوقيته والعاود غادي يرجع عاوتاني لعند الدار ديال مراتو باش يطلب منها السماحه ويرجعها. الوقيته اللي غادي يمشي كيدق والو حتى واحد ما كيحل ليه الباب. هنا غادي يعرف بلي راه ما كاين حتى شي واحد في الدار، وغادي يخرج وغيبقى كيدور في المدينه وغادي يتقرقب عاوتاني غادي ياكل حبوب الهلوسه في هاد الليله بالضبط. هنا بقى غادي غير ضايع شويه ويطيح ليه في بالو عاوتاني مراتو يمشي يشوف واش جاو. غادي يجي وغادي يبقى يدق عاوتاني وكيصوني وحتى واحد ما غيحل ليه الباب. هنا غادي يعرف باللي حتى شي واحد ما كاين في الدار. شنو غادي يطيح ليه في بالو؟ هو هابط غيطيح ليه في بالو غير خديجه. غادي يدق عليها باش يشوف واش معاها شي واحد في الدار، حيت هو قبل كان خدع عليها كاع المعلومات. عرف السيده ماشي بنت ديك المنطقه، وعرف باللي ساكنه مع واحد البنت اخرى في ديك الدار. المهم اي حاجه غادي تنفعو عرفها عليها، ماشي باش يرتكب جريمه، وانما البنت عجباتو بزاف. هادشي اللي خلاه يبحث عليها قبل. منين غادي يجي وغادي يدق على خديجه في الباب، غادي تقول ليه شكون معايا، غادي يقول لها راه انا فلان وهذا راه بغيت غير نسولك، وغادي تحل ليه الباب حيت تاقت فيه. هي عارفه هذاك باللي راجل جارشهم، وعارفه باللي شحال مره عاونها وبيناتهم غير السلام، وكيبلا واحد السيد اللي الله يعمرها دار. هادشي اللي ما خلاهاش تردد باش تحل ليه الباب، وهادشي اللي غادي يدخل الشرطه الشك في الاول، حيت الباب ما لقاوه لا مفروع لا والو. يعني غالبا هذا اللي دار فيها هادشي هذا فراه كيعرفها مزيان. هادشي علاش بقاو كيدوروا غير في ديك المنطقه وكيقلبوا على الناس اللي عندهم سوابق، لا في السرقه لا في العشيده لا في اي حاجه هكذا، حيت غالبا هذا اللي دار هادشي ولد هاد المنطقه هذه، وحلات ليه الباب وبخاطرها. وفعلا منين غادي يدق عليها غادي تحل ليه الباب وغيبدا كيدوي معاها في الاول، وهنايا غادي يدخل للدار. من بعد ما غادي يدخل غيطلب منها واحد الحاجه راكم عارفين شنو هي. البنت ما غاديش تبغي. هنا غادي يعرف باللي ما عنده ما يصور منها، وباللي ديك البنت داخله تسوق راسها وما غاداش تعطي داك الشيء بالخاطر،
ومع داكشي اللي واكل والسيد مرفوع ما عاقل على والو غادي يقوجها حيت بدات كتغوت وخاف لا تفضحو. الوقيته اللي غادي يقوجها السيده راه ماتت، هو هنا راه معارفه لا ميته لا مغيبه لا والو. السيد باغي غير ياخد منها واحد الحاجه، وفعلا غادي يتعدى عليها وهي ميته. ومن بعد ما غادي يسالي غادي ياخد واحد الحبل وغادي يربطها فيه بحال اللي انتحرات زعما. شو الكلاخ ديالو داكشي اللي واكل شنو قال ليه وفاش فكر. يعني البنت راه ما خلى على اثار ديال الدار، ما خلى واحد السائل في الضاحيه، ما خلى بصمات، ما خلى والو. المهم من بعد ما اعترف ليهم بالجريمه من الاول حتى الاخر غادي يجيبوه باش يدير ليهم اعاده تمثيل الجريمه، وفي داك الحي وامام الساكنه كامله ديال ديك المنطقه. خديجه اللي جات مسكينه لهاد المدينه غير باش تقاد الحاله المعيشيه ديالها وتقدر تعاون والديها اللي كيعانيو من الفقر، وخوتها اللي مازالين صغار وباقيين كيقراو ومعذبين في حياتهم ما بغاتهمش يخرجوا بحالها، وجات كتضرب عليهم تماره والخلصه ديالها كامله كتصيفطها لهم وكتعيش غير بالقليل وكتصيفط لهم الكثير. وفي الاخير كتعرض لهاد الكارثه من عند هاد الوحش هذا اللي صفاها لها بدون رحمه بدون شفقه، وفوق هادشي كامل تعدى عليها وتكرفس عليها وهي ميته، وخلى دوك الوليدات حتى هما ضحايا وراه غاديين يكبروا بلا اب. وديك المراه مسكينه اللي تكرفصات معاه وصبرات معاه، والناس كما كيقولوا ديال المنطقه يعني السيد كان مصاحب مع شي بنت اخرى وراها، وهادشي اللي كان كيخليهم يتخاصموا بزاف. وسبب اخر هو كان ديما كيجي سكران وكيتعدى عليها وكيتقرقب بزاف، وكان موعدها باللي غيحيد البليه وغادي يحيد هادشي كامل، ولكن في الاخير فراه هادشي كان غير هضره خاويه. عنده الصاحبه وعنده المراه، وحده كتخربق من هنا وحده كتخربق من هنا. السيد مسكين تبومباردا ولا ما نعرف، ولا عطاها الفانيد وعطاها غير الشراب. على ما كان سمعت يقولوا بانه كتفها وقجها وبركاها واغتصب هادشي. يعني مراشو صابره معاه للضرب وكيجي سكران وكيتقرقب وكيتعدى عليها وكيخونها مع وحده اخرى، ومع ذلك دايره معاه 3 ديال الوليدات. فراه غلط ديال المراه حتى هي ملي كتشوف الراجل دير بحال هكذا وما باغيش يتبدل وعارفه عنده سوابق وكان مجرم قبل، فراه نصيحه لاي وحده تبغي تتزوج عمرها تزوج بشي واحد اللي كيكون مجرم وداخل خارج الحبس وكيقول لها راه غادي نتبدل وغادي ندير، فراه كيكون غير محمس وهذيك غير سيمانه ديال المشماش. السيد غادي يدوز معاك واحد المده قصيره وغادي يرجع لعادته القديمه، وكما كنقولوا الشيخه عمرها كتنسى هزها للكشاف. ومن غير هذا الشيء كامل فراه الفانيد كيخرج على اي واحد كما كان نوعه واخا ما عرفت شنو يكون. الواحد غير كيولي كيتعاطى لدوك الفانيد كيولي يرتكب اي حاجه بلا ما يفكر وبلا ما يتردد. وشحال من واحد كنشوفو كاع كيتعدى على عائلته على اختو على دارهم على مو وكيضربهم كاع وياخذ من عندهم الفلوس صحه وهذا الشيء كامل باش يمشي يتقرقب ويمشي يرتكب جريمه، يعني كيشري حبسو بيدو. وراه هاد الجريمه اللي غادي يرتكب الحكم ديالو غيكون 30 عام ديال السجن. ونصيحه لاي بنت تكون غادا خارجه لمدينه اخرى غادا تكري فيها، غادا باغا تخدم على راسها، تحضي راسها مزيان وتسول على ديك البلاصه اللي غادي تكري فيها قبل ما تسكن، ماشي غير تجي وتسكن وتشوف الثمن رخيص. فراه خاصها تسول على ديك البلاصه وتعرف الناس اللي دايرين بها تما قبل ما تسكن. واخا اي بلاصه واي منطقه فين ما مشيتي غيكون بنادم خايب وبنادم زوين، ولكن بنادم يرد البال راسو، وبالاخص البنت. يعني اي واحد غادي يشوف بنت ساكنه راسها وكتدخل وكتخرج غير راسها وغادي يبقى راد ليها البال. وكما كنعرفوا كاين واحد النوع كيكون مريح غير في راس الدرب، ديما مشمكر ديما كيتكيف ديما مقرقب، فراه غادي تبان ليه بحال شي وليمه. غيشوف بنت كتدخل راسها وكتخرج يقدر يدخل غير بدافع السرقه ويلقاها في الدار ويقدر يصفيها ليها. وهذا الشيء راه كيوقع بزاف وكنسمعوه بزاف. يعني بصراحه البنات خاصكم تحضيو راسكم وحتى الاولاد ماشي غير البنات. المهم حتى لهنا ونكون وصلنا للنهايه ديال القصه ديالنا. ما تنساوش تعاونونا بلايك مع الاشتراك في القناه الحمراء تولي البيضاء وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد من قناتنا وقناتكم بيرو 16. ونتلاقاو غدا ان شاء الله في قضيه جديده.